السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بقى أحلى سحور مع أحلى نبي. طيب خلاص اتكلم انت يا ام يوسف، اتكلمي انت، اصل انت هما الحبوب التاني، اتكلم انت دلوقتي. احلى سحور مع، بس محدش يقول لي انت بترد الكلام بتاعها، ما انا عارفكم. النهارده حبينا نتسحر ونعزمكم معانا، يعني اتفضلوا معانا السحور. احنا مش بخلة يعني، واللي عارفينهم عن زكية ان هي بخيله بس، لكن احنا مش بخل، عشان كده احنا وزعناها على مباشرات عشان نعرف نتكلم معاكم شويه وناخد براحتنا. معاكم يوسف. سلم عليهم يا يوسف، وكل سنه وانتم طيبين كلكم، والله العظيم والله كلكم وحشتونا. طبعا انتوا اكيد هتسالوني، اتفضلوا كلوا. انا اجتمعت بيهم النهارده عشان اقول لهم اتفضلوا كلوا. طبعا انتوا هتسالوني هتقولوا لي ايه انواع نوع السحور اللي هتاكله. هو كان زبادي وجبنه وبطاطس وفول بالقوطه ومش بالقوطه برضك. هو هينشف رقنا الصبح يعديها ربنا. بتنجان مع فلفل مقلي كله برقلي مع لفت مع جرجير. اهم حاجه الجرجير طبعا، اكتريه الرجاله هتبقى عارفه ليه، عشان بيقوي المناعه، اللي بيكدب بيروح النار. الحاجة التانية اللي عايزكم بقى ان انا اتكلم معاكم فيها شوية، احنا قلنا نطلع نتسحر معاكم ونتكلم معاكم في موضوع يا رب يكون عند حسن ظنكم، ويا رب يعجبكم. انا عارف ان في ناس كتير قوي مش هيعجبها الكلام اللي انا هقوله دلوقتي، بس صدقوني يعني الناس اللي مش هيعجبها مش مشكلة عندي ان هو ما يعجبهاش، ان انا اهم حاجة ان انا بتقي ربنا. الرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا عليه، مش هيختلفوا على ابراهيم؟ ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشنا كتير كتير، واهم حاجه ان احنا معاكم، ودي اهم حاجه للناس المحترمه. اما في ناس، فانا هقولها لله يعني، قلت لكم 20 مره يا جماعه احنا في ايام مفترجه وما ينفعش تخشوا بعض القنوات. طبعا انتوا فاهمين انا قصدي ايه. ما ينفعش تخشوا بعض القنوات وتتكلموا على القناه الثانيه، وتخشوا القناه الثانيه تتكلموا على القناه الاولانيه. احنا في رمضان وايام مفترجه، فدي نميمه. مهما كان الانسانه دي وحشه، مهما كان الانسان ده وحش، ما تتكلموش عليه، ان ربنا بيكتب لكم كل اللي انتوا بتقولوه حتى لو بهزار. ما تخلوش يا جماعه ياخدوا حسنات على كتفكم، ما تخلوش يديكم سيئات من عليكم. انا عايز اقول لكم اقسم بالله العظيم ان كل كلمه وحشه هتتحاسبوا عليها يا جماعه. الكلمه بتاخد صاحبها وبتترمي في النار. اديني قلت لكم والله وكيلي. من قيمه شويه انا فتحت بالصدفه، انا معود نفسي في رمضان ان انا ما افتحش بالصدفه يعني. فلقيت برضو في بعض قنوات برضو ده بيشتم دوت وده بيتكلم على ده. يعني انا ما اعرفش احنا في رمضان ولا في ايام عاديه ولا في ايه بالظبط يا جماعه. والله العظيم اتقوا ربنا، اتقوا ربنا شويه، اتقوا ربنا شويه. انا ما بكلمش اصحاب القنوات، انا بكلم الناس اللي بتخش تعلق عندهم. والله انا بخش اتكلم على الناس اللي بتخش تعلق عندهم. بتقعدوا تشتموا على القناه الثانيه والقناه الاولانيه تشتم على القناه الثانيه. يا جماعه هدوا الموضوع عشان خاطر حبيبكم النبي. اللهم بلغت فاللهم اشهد. كل ده يوسف جميل. لا ده تحفه، دوقوا كده. والله انا بحبكم في الله، والله العظيم بحبكم في الله، ونفسي كل الناس تتقي ربنا، وبحب كل الناس. حبوا لاخيك كما تحب لنفسك. فانا نفسي كلكم تخشوا الجنه والله العظيم، وكلكم ان ربنا يرضى عليكم. لكن المنظر بتاع اليوتيوب ده حرام والله، اللي انتوا بتعملوه في نفسكم دوت.
يا جدعان بتخش تشوفوا اي قنوات بتتكلم باسلوب غير لائق، اطلعوا منها من غير ما تعلقوا باسلوب، ما تنجرفوش ورا الغلط بغلط. كل واحد حر، كل واحد هيتسأل على كل كلمة قالها، إذا كانت بالحلوة ولا إذا كانت بالوحشة. عاملين ايه كلكم؟ وحشتونا كتير. عارف إن في ناس مش عاجبها كلامي، عارف، بس أنا بقول لله. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم. ورمضان كريم، وعيد عليكم الأيام بخير، ويا رب إن شاء الله كلنا نتقابل على جبل عرفات بإذن الله السنة الجاية. امين يا رب. ويدي لكل محروم يا رب، ويرزقه دايما يا رب بالذرية الصالحة، أقسم بالله دي من قلبي. يا رب يا رب يا حبايبي كلكم. سعاد ويوسف أهو، يوسف طبعا عايز ينام من كتر ما لعب، قاعد بينام على بعد الفطار. على السحور. بعد الفطار بنخرج نلعب شوية ولحد ما المسحرات تيجي وبعد كده نخش. كل الناس اللي سألت علينا كتر خيركم كتر خيركم، وعلى دماغنا من فوق والله العظيم. ودي مش غريبة عن العرب ذات نفسهم، يعني ان انتوا كلكم وحشتونا. ما هو عمال يقول لي اعملي الاكل بسرعه عشان عايزه انام. طبعا اكترية الناس هتسألنا انتوا ليه كنتوا غايبين الفترة دي كلها؟ طبعا هو عملية مش عملية تعب، احنا فعلا كنا الواحد تعبان، لكن صدقوني ما قعدناش فترة كبيرة يعني تعبانين بفضل الله. بس احنا لقينا ان اليوتيوب بوخ زيادة عن اللزوم، بوخ. كل القنوات طلعت عن محتواها وبقت تتكلم في حاجات ملهاش لازمة، وللأسف لحد ما وصلتوا ان القنوات دلوقتي بتقول ما هو من كتر الفضايح ما بيجيلناش مشاهدات. فانتوا وصلتوا القنوات كلها كده، اللي بيعمل طبخ محترم واللي بيقدم كلمة لوجه الله تعالى ما بتعملوش مشاهدات. لازم اقعد اتكلم على فلان وعلان وشمال ويمين عشان خاطر يجيلي مشاهدات. وللأسف القنوات انجرفت وراكم. في ناس اكيد محترمة بتحب تتفرج على محتوى كويس، بس اكترية الناس بتحب تتفرج على فضايح الناس. اتقوا الله، اتقوا الله. الصوت ده هيطلع في البتاع. لا حاولوا تعالوا صوتكم وانتوا بتتكلموا عشان وحشتونا. وحشتوا البسمة في العيون. والله وحشتونا يا احلى ناس في الدنيا. النهارده زي ما قلت لكم انا مكتبها معاهم النهارده عشان اقول لهم ان النهارده في سحور، واحلى سحور معاكم طبعا. واللي انتم ما تعرفوش ان لما دخل علينا من اول امبارح، هم عارفين في رمضان. وكل سنه وانتم طيبين كلكم والله العظيم، وبحبكم في الله. كل الاول بعد كده نام. عادي انا اكل الزبادي بتاعي انا بصوم، هو لا. قوم كل الزبادي طيب. طبعا يا جماعه احنا صيفنا. ادام فيها زبادي راح قام. انا هخلص السندوتش ده وخلاص. يعني انا اكل الزبادي؟ لا. وحشتونا كتير يا احلى اخوات في الدنيا. والله وحشتونا قوي بصراحه والله العظيم. ومن كتر كلامكم الحلو وتعليقاتكم وبتتصلوا بينا ان انتوا وحشتونا، وخصوصا ام تامر طبعا خالتي، اكترية واحده في العيله اتصلت بيا واطمنت عليا وبقت تتصل ليل ونهار انت ما بتطلعش ليه على
على اليوتيوب ومش عارف ايه. قلت لها انت يعني اكيد يعني انت مش عاجبك الوضع المؤسف اللي احنا فيه ده. كل شويه تتصل وتقول له طمني عليك. فبصراحه هي الوحيده اللي كانت بتتصل بيا، ودي حاجه قدام ربنا يعني. فكتر خيرها يعني، ويقعد لها في اولادها ان شاء الله باذن الله. ام تامر من الناس المحترمه، واللي بعتبرها فعلا بعتبرها زي امي. ولو ان انا كان عندي مبدا ان انا بعد ما امي ماتت مفيش ام تانيه ممكن تحل مكانها، لكن صدقوني ام تامر خالتي من الناس المحترمه جدا جدا جدا، واللي هي طول عمرها محترمه. فكتر خيرها والله العظيم، وجزاها الله كل خير على سؤالها عليا وعلى كل واحد سأل عليا. كلكم والله اخواتنا بس هي يعني سألتوا بالتحديد من عليا. العيله يعني اللي اتصلت بيا وسالت عليا، لكن ما حدش اتصل بيا ولا سال طول الفتره الطويله دي، عشان ما حدش يزايد على ايه، على كلامي. ما حدش اتصل بيا غير ام تامر بس. خلاص خش جوه. وحبايبنا والله كل شويه يرنوا علينا ويقولوا لنا انتوا فين وحشتونا مش عارفه. بس احنا والله ما كنا عارفين نتكلم. حبايبنا اللي هو انتوا. اه والله. لكن من العيله بتاعتي ما فيش الا ام تامر اللي اتصلت بيا. انا اكتر واحده كانت بتيجي. وانا بصراحه كنت عارف ان انا ما اطلعش، بس في ناس كده، بعض الناس كده كانوا بيتصلوا بيا ولازم تطلع ولازم تطلع. انا مش فريد شوقي يعني، ولا محمود المليجي قاعد قدامكم طول النهار، ولا تامر حسني. بس ما رضيتش ان انا يعني ما رضيتش احرجهم بصراحه. وقلت اما اطلع على اول رمضان يمكن الناس تتغير ولا حاجه. وللاسف في بعض ناس كتير قوي ما اتغيرتش، وانجرفوا وراء بعض القنوات الفضايح. في الاخر نقدر نقول ان ربنا يهدي. يا رب اهدي كل عاصي يا رب. امين يا رب. ونرجع لموضوعنا. موضوع السحور وموضوع ان انتوا وحشتونا. هو ان شاء الله باذن الله كل سحور هنفتح نعمل كده، وهنتكلم في موضوع جديد عل وعسى حد يعمل بيه. بس انا بقوله للوجه الله تعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش هتاكل الزبادي؟ يوسف نام يا رجاله. ده بص اهو وريني كده هياكل الزبادي بكره الصبح اما يقوم من النوم. يوسف بيصوم لحد الظهر، بعد الساعه 12 يعني 12 و5 بالظبط لازم نحط المدفع بتاعه بيضرب. الاذان بتاعه ضرب، احنا لسه لازم بقى تصحى. امبارح اول يوم رمضان مشى وانا وهو بنجيب حاجات يعملوا ازاي. انا جهت قلت له لا ده شذا بنت عمك اصغر منك وصايمه، خلاص تعالى اجيب لك حاجه تاكلها. راح قال لي لا انا هبقى زي شذا. قلت له طيب خلاص، ولا اقول لك هاتي لي حاجه انا هفطر. بس النهارده صام لحد الظهر. بس النهارده صام لحد الظهر. هو المفروض يعني برضه حلو. المفروض يفطر العصر. ابني شويه شويه هيصوم لحد المغرب. احنا يا جماعه بنحب الزبادي من غير سكر، اتعودنا من ماما. كنت نفسي تتسحروا معايا اول يوم بصراحه، وكنت نفسي تفطروا معايا والله اول يوم. مبشر كانت هنا واحمد والله ولو انتوا كمان معانا هتبقى احلى واحلى. وعملنا كفته شوي. انا عايزاه. لا دي القشطه. القشطه بياكلها القشطه. طولنا عليكم. طب يا زلمه وحشتونا والله العظيم، وحشتونا يا اغلى ناس في قد ايه؟
15. ماشي. ونقول لكم تصبحوا على خير، والسلام عليكم. ويبقى احلى رمضان معاكم، ودايما دايما معاكم يا احلى ناس في الدنيا واحلى اخوات، وربنا يرزق كل مشتاق ويرزق كل الناس كلها. اللهم امين يا ويهدي رب. الناس ربنا كلها. يرزقكم كلكم ويهديكم كلكم. ويهدي الناس كلها يا رب، ويصلح حال الجميع. اخر كلمه عايز اقولها لكم، اتقوا الله. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، رضينا بالله رب وبالاسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم في حفظ الله. والسلام السلام عليكم ورحمه الله مع الف سلامه يا احلى ناس في الدنيا وبركاته.